ورجعنا لكم فيديو جديد، فيديو بعد غيبة طويلة، لكن الحمد لله انه قدرنا نصور لكم. خلينا مع التفاصيل مع ابو ابراهيم. اول شيء صباح الخير على الجميع، صباح الخير لكل حبايبنا، لكل اخ واخت معانا في القناة، صباح الخير لكل متابع جديد واخ واخت دخل معنا القناة جديد. طبعا الفترة الأخيرة مرينا بظروف صعبة، 10 أيام تقريبا كانت بتحمل وجع، ألم، معاناة فوق ما تتصور، وناهيك عن دخلت فترة مرض، يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، يعني كل يوم إبر 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 لحين الحمد لله اتشفينا وتعافينا الحمد لله رب العالمين. طبعا بعد موضوع الكورونا هذا حاولنا نصور لكن ما فيش نفس التصوير. ام ابراهيم بتقول لي، بقول لها صوري، بتقول لي لا احنا بدنا نخلص، احنا خلينا بس انت تشفى وانت امورك تصير بخير، بعدين بنرجع للتصوير ونرجع للقناه. فالحمد لله على كل حال يعني. والحمد لله كمان امبارح اللي شجعنا كمان اليوم على التصوير، صح النفسيه شوي تعبانه بعد المرض، لكن شجعنا على التصوير وصلنا هالطرد. شكرا يعني قطر، يعني بعد مساعدات القطرية بعد فترة طويلة وصلنا عن طريق اللجنة المصرية الطرد القطري. تحية لكل حبايبنا المصريين وتحية لحبايبنا قطر، لأنهم على مجهوداتهم هذه العظيمة وعلى التغليفات الحلوة. فالحمد لله يعني اليوم حصلنا على هذا الطرد، وحنعرض الطرد معاكم بعد فترة طويلة، يعني لا استلمنا فيها طرد ولا كبونة ولا أي شيء. الحمد لله على كل شيء، وخلينا نفتح معاكم سوا. زي ما انتم شايفين المساعدات القطرية. لا مش هيك بابا، هيك شايفين التغليف، يعني جد تسلم الأيادي. ابدا ابراهيم عشان الكاميرا، ابدا. خلينا نسوي اياها من الداخل. لا لا احنا نرجع حاجه ارجع حاجه. يلا ابراهيم، واول حاجه بالاول العجوه. اول مفاجاه شو هي؟ العجوه. وهي ثاني شيء. هذه اول مفاجاه العجوه. لا وفي شغله، في كمان شغله. اسمع هنا انا ما تصورش لهين، انا بدي اصور لهين اللي بنطلعه وهي تمام. هاي اول شيء العجوه. في كمان مفاجأة لميمي جوا الكرتونة. سيبيا مفاجأة. اصبر يا زلمة. شغلة انحرموا منها الأطفال. اصبر بدنا نورجيهم. طلعوها. بدنا نورجيهم حاجة. ميمي زي اصبر يا زلمة، بلاش بحكي قاعد. تعال قدام الكاميرا ورجيهم البهارات. يا عيني على البهارات. ورجيهم لف ورجيهم. تعال هان تعال. لف ورجيهم، تعال قول. ورجينا البهارات. قول ايش طلع معاه. تعال ورجيهم. ابراهيم بقول وبهارات 7 بهارات هذه اللي بتنحط على كل شيء. يلا خلينا بس، ما ينفعش هيك، ما ينفعش كزوزه. انا خلص اطفي التصوير فزوز، خلينا نورج المتابعين. ابراهيم طبعا ورجاك له بهارات، وهي شاي زوزه صح؟ شاي الربيع. هذا الشاي. خذ يا ميمي، خذي هذه بس روحي العبي بعيد يا ميمي. وانا هذا علبة حمص جاهز للأكل. خذ يا ميمي، هي علبة فول انقطعنا من حرمنا من البروتينات. خذي. وانا علبة فول. خلينا نشرح للمتابعين. وانا خلص يا ابراهيم، علبة. خلص يا ابراهيم بحكي. اعطيه فول، اعطيه حمص وفول، بده مسبحة عشان نعمل لكم احلى مسبحة يا ماما. هي الشاي، شاي نفل اسمه الربيع، شاي مرتب محترم كثير جديد. علبة طحنية يا زوزو، هذه علبة طحنية نص كيلو. يا الله قديش وصلت تكلفتها، يا الله كيف. هاي كيلو ولا نص يا احمد؟ وبصل بابا، وبصل. هذه العلبة بابا وبصل. اكيد البصل انحرمنا منه وشريناه. حليب لمين؟ لميمي. واخيرا اعطي الحليب لميمي. يلا. لا مش الفول، انت خذ الحليب. خذ يا ميمي، خذي حليب الاطفال. ايوه كم باكيت؟ هاي 2. يلا خلي ميمي تشرب حليب. حليب اطفال 3. يلا مبسوطة يا ميمي؟ لا كيلو هذا الشيبسي زي الجديد. يا الله من حرمان الاطفال بالشيبسي عملنا لهم اياه شيبسي. هاي
المربى. هاي المربى. اكثر شغلات فقدناها بالفتره اللي فاتت هاي السكريات، المربى. العجوه والمربى والسكر وكل هاي الشغلات. منك يا سكر. ايش وصل تكلفته؟ هذا الكيلو 500 شيكل، 100 دينار مسكره. 150 دولار. 150 دولار. 150 ماجي، هذا مكعبات ماجي. عندنا 2 سكر. 2 سكر. مائي. مائي. اسمه مائي. اسمه ماجي. الوان مائيه ما هو كاين. هو اللي جبنا. باكيت ملح طبعا عادي. نعم حلو. لزوم الطبخه يعني لازم الملح. بص ابراهيم ودنا. هاي ايه الصلصه، ورجيهم الصلصه. وهي السيرج. هاي وحده. هاي 2. ما شاء الله ما شاء الله. طرد غذائي كامل متكامل. وهي 3 سيرج. بنفعش يا ابراهيم نساوي. انا بنفعش شغل. انا ببطل اصور معاكم حاجات زي هيك. من فرحتهم مش مبطلين يطلعوا بالاغراض. هاي اكسترا. ماما الرز. ايوه. حاضر رز. يلا ابعد عن الكاميرا عشان بابا يورجي المتابعين. هاي 3 اكسترا. لحمه. هيجيب. لحمه اكستير هذه مش اكسترا. تختلف شوي عن الاكسترا. هاي 4 جبنه. هاي 4 عدس. هاي 4 جبنه. تمام 4 جبنه وعدس. هاي كيلو رز. هاي 2 رز. هاي 3 رز. ما شاء الله كل المحتويات انا شايفه 3 هاي هذا وهذا. يلا ورجيه. ورجيهم العدس وانت ورجيهم الصلصه. هاي الصلصه وهي العدس. تمام يلا حطوهم جنب بابا. ايوه. هاي 2 فريك. واضح انهم حيطبخوهم كمان. فريكة. فريكة 200 كيلو، هدول نص نص. وهاي برغل ناعم اعتقد. ولا شو اشوفه هلا يمكن المتابعين يعرفوا. اكيد برغل ناعم هذا. نص كيلو. 2. وين الصلصه؟ هلا هاي صلصه معي. معاكم. هاي 2 صلصه. لا هاي 2 صلصه. هاي ولا هاي. عندنا كم علبه فول يا ابراهيم؟ وهاي البروتينات يا معلمين. هاي البروتينات حرمنا من للامانه هاي 3 الكرتونه هاي 4 فيها كل اشي. 5 هاي 6. شكرا للايادي المصريه على هيك طرد، ولاهلنا بقطر حبايبنا. جد جد طرد كامل متكامل. رجعوها في الارض. منيح ما صار اشي يعني. هناك. تعالي ماما تعالي. برمي. ابراهيم يقف يا بابا. تعالي يا ماما عندي. ينفعش يا ماما. رجع الغرار ثاني. يلا ابراهيم. هيك بنحب نحكي لكم. هذا كان الفيديو تبعنا. قلنا يا جماعة الخير نجتاز الأزمة اللي احنا فيها حاليا. يعني نزوح نزور أحكام. وضعنا داخليا صعب. نسأل عليك ربنا يفرج كربنا. الحرب على خير إن شاء الله. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. تنسوش تشيروا هذا الفيديو لحبايبكم يا جماعة الخير لحتى نستمر معاكم ونصور فيديوهات ان شاء الله جايه وما نوقف تصوير. إلى اللقاء إن شاء الله فيديو جديد إن شاء الله أحسن. سلام.